السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين في الدنيا؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة قلت اشارككم التسويقة بتاعتنا الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي، ما شاء الله. برتقان وليمون وطماطم، ما شاء الله، واسعارهم جميلة جدا. وسفندي ما شاء الله، برتقان وسفندي الاتنين كيلو ونص، ما شاء الله اللهم بارك، ب20 جنيه. والفلفلة الشطيطة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي ما شاء الله ب10 جنيه بس. والبلح الجميل الاتنين ب25. والطماطم ما شاء الله كيلو ونص ب10. ما شاء الله اللهم بارك، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. والبلح ده بيبقى طعمه جميل جدا ومسكر. وبطاطس وخيار ما شاء الله. وكانت اسعارنا جميلة النهاردة. والخيار ده كيلو ونص ب10. والجوافة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي ال3 كيلو ب20 جنيه بس، ما شاء الله. حاجة جميلة ونضيفة، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين. ومعانا الكرنب الجميل والخضرة الجميلة ما شاء الله. ودلوقتي يلا بينا نعمل مع بعض الأكلة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي ما شاء الله، محشي وفراخ. الأول قطعنا الكرنب بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه كده. وبالمناسبة لازم تكون الكرنباية بتاعتك ورقها مهوي عن بعضه بالشكل ده، ما تكونش مكتومة في قلب بعضها، بيبقى ورقها جميل جدا وناعم مفيهوش عروق كتير. دايما عودي نفسك تشتري الكرنباية ما تكونش تقيلة، تبقى خفيفة معاكي بالشكل ده ما شاء الله. ودلوقتي بعد ما قطعناها معانا مية بتغلي على النار، ننزل بورق الكرنب عشان نسلقه. المية دي فيها معلقة من الملح فقط لا غير، ما بيقعدش كتير على النار، ثواني وبتقلبيه على الجنب التاني. ودلوقتي اتسلق معانا ونبدأ نطلعه. وهكذا بتكرري الخطوة دي ورقتين 3 ورا بعض كده لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده ما شاء الله. وبكده بكون خلصت كل الكمية، وهبدأ اقطعها ورق على قد صوابع المحشي بالظبط عشان يسهل معاكي لف المحشي ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ودلوقتي يلا نعمل مع بعض التسبيكة الجميلة بتاعت المحشي. بصلة ونزلنا عليها بالطماطم، وننزل عليها بالبهارات ملح وفلفل وكمون وشطة وبابريكا. والشطة طبعا اختياري، لو بتحب المحشي بيبقى مشطشط بتحطيها. وعامة المحشي لما بيكون مشطشط بيبقى افضل بكتير، بيفتح النفس على الاكل. ونقلب كل البهارات الجميلة دي مع التسبيكة.
وغسلت الرز وصفيته كويس، هنزل بيه على التسبيكة زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقلبه. وطبعا معايا الخضرة هنزل بيها على الرز، واول ما تنزلي بالخضرة بتطفي النار على طول، عشان ما ينفعش الخضرة تتقلب على النار وقت كتير. ودلوقتي هبدأ ألف المحشي معاكم. معانا الحلة، بحط في الأرضية بتاعتها على طول العروق البيضة اللي بتطلع من الكرنب زي ما حضراتكم شايفين كده، بتحمي المحشي من أي لسعة. ونبدأ نحشي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها ما شاء الله بالشكل ده. والمحشي سهل وما بياخدش وقت، للناس اللي بتقول بياخد وقت، ما بياخدش وقت خالص، زيه زي اي طبخة عادية. اهم حاجة ان انت تكوني حابة الموضوع نفسه، وحابة المحشي والمطبخ، وتسمي الله في اكلاتك، ما بياخدش معاكي وقت. وانا دايما بذكر الله وبصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام في كل اكلاتي اللي بعملها على مدار اليوم كله. وده بيكون ليه فضل كبير في ان ربنا بيودع البركة في حياتي بأكملها. ونلف المحشي بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه كده ما شاء الله. ودلوقتي بعد ما خلصنا لف المحشي بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده ما شاء الله، شايفين الجمال. دلوقتي هنزيده بالشوربة بتاعتنا. ولازم وانت بتزيدي المحشي بتهزي الحلة هزتين 3 كده، عشان الشوربة تنزل تحت، ما يبقاش المحشي معاكي ني. وبتسيبي اول سطر من المحشي ما يكونش متغطي بالشوربة. دي تركاية مهمة جدا في تسوية المحشي. ويلا بينا نعمل الفرخة الجميلة دي مع بعض على ما المحشي يستوي. معانا الفرخة بعد ما غسلتها بالخل والملح والليمون، وبقت نظيفة وجميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ما شاء الله. هقطعها وارجع لكم تاني. ودلوقتي معانا الحلة، هنزل بالفرخة بعد ما قطعتها بالشكل ده. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا تربية ايديا، كل اللي يخش على قناتي يعرف ان دي تربية ايديا، ما بشتريهاش من بره. معانا بصلة مفرومة هننزل بيها على الفراخ، وطماطماية وقرن فلفل وملح وفلفل وكمون ومكعب مرق وورق لوري وقرفة خشنة وحبهان. يلا بينا نرفع كل الكلام الجميل ده على النار ونديها تشويحة جميلة جدا بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده ما شاء الله. وتشوحي الفرخة يعني تتشرب كل المية اللي تخرج منها قبل ما تزيديها بالمية بتاعتك، بيفرق في طعمها كتير وبتبقى افضل وبيديكي تست عالي في الطعم. ودلوقتي هنزل عليها بالمية وهسيبها تكمل سواها.
بالشكل الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده ما شاء الله. ريحتها جميلة جدا عشان اتشوحت بالبصلة والبهارات. وبكده يا أحلى مشاهدين في الدنيا بتكون أكلتنا الجميلة خلصت. المحشي عملناه مع بعض خطوة خطوة، والفراخ، وطبقين من الشوربة، والفراخ حمرتها عشان تاخدي اللون الأحمر الجميل ده. حباية طماطم بتدهنيها بيها وتحمريها في الزيت وترش عليها خضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.